السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركه دي ديزاين. احنا موجودين فين؟ احنا موجودين في فيلا مهندس ابراهيم في حدائق الفردوس. الموقع ده احنا مستلمينه متشطب زي ما انتم حضراتكم شايفين، احنا بنكسر فيه. طب هنتكلم في حاجه مهمه جدا. تستلم شقه على الطوب الاحمر او المحاره في البدايه تبقى اسهل، ولا تستلم شقه متشطبه بالكامل؟ لا، الصعوبه انك تستلم شقه متشطبه بالكامل وتعيد تطويرها وتعيد بنائها وتعيد تكسيرها عشان تبتدي المراحل الاوليه تاني. طيب الشقه اللي موجوده معانا دي لو خدتوا بالكم كان الجبسن بورد موجود بالكامل، كان الحيطان موجوده بالكامل، كل ده بيبدا يتكسر، كل ده بيبدا ينزل. بنشيل الارضيات عشان بعد كده نبتدي شغل تاسيس من البدايه خالص. نبتدي شغل التاسيس من البدايه على نظافه ويطلع الشغل محترم كويس. حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها ان احنا في مرحله التكسير لازم يكون في تصميم محترم، تصميم كويس، عشان التكسيرات هتبقى بناء على التصميم. حاجه ثانيه ناخدها في العماله اللي شغاله، ان العماله اللي شغاله تاخد بالها من المواسير، تاخد بالها من اعمال الكهرباء، تاخد بالها من اعمال السباكه، عشان لا قدر الله لو خبطه في مكان مش كويس المواسير كلها هتضرب ويحصل فيها مشكله. تعالوا كده نبدا نشوف الموقع، عشان هتشوف الموقع ده ان شاء الله بعد التسليم هيبقى عامل ازاي. شوف المنظر اللي موجود معانا، شوف التكسيرات اللي موجوده معانا. بنبدا ناخد الجدران ثم الارضيات زي ما حضراتكم شايفين كده، الناس شغاله تكسير. المطبخ ده هيتكسر، لسه هيوسع لبره. الحمامات هنا موجوده، الحمامات هنا موجوده، بنكسر الارضيه. ده اللي بتكلم فيه، ان مرحله التكسير ان الطوب اللي موجود لازم ناخده كده، ما نسيبش على محاره، او المونه اللي باقيه من البورسلين او السيراميك اللي كان موجود قديم. مواسير البي ار لازم ناخد بالنا واحنا بنكسر. التكسير ذات نفسه، النظافه ذات نفسها، كل ده ان شاء الله بعد التشطيب النهائي او بعد تعمير التاسيسات هتشوفوا الفرق ان شاء الله. برضه هنا نفس الموضوع، الارضيات كلها بالكامل. شوف الغرف. بيقابلنا في الفيلا دي مشكله، ان الفيلا دي سوليد سلاب، ودي اكتر التحديات اللي بنقابلها في مواقعنا، ان شغل السوليد سلاب بالكامل بيكون مشكلته فيه ان انت لما ترحل الحيطه او ترحل الجدار بيجيب لك الكاميرا مباشره، زي الكاميرا اللي موجوده دي كده. ده بيبدا يتعالج معاك معالجه ديكوريه اثناء الجبسون بورد. نخش برضه هنا كان في حمام ودريسنج، وهنا كل ده بيتكسر. ننظف الموقع، ننظف الموقع ونطهره، وبعد كده هتشوف الموقع حاجه ثانيه خالص. اهم حاجه بدء الاعمال من البدايه صح. شكرا.